المشاعر لدى المراهق. المراهق طبعا زي ما كنا عارفين اللي الفترة ديت بتكون مشاعر الإنسان لغيره بتكون حقيقية. فالمشاعر اللي انت بتديها لحد بتكون حقيقية 100%، سواء كنت بتكرهه أو بتحبه. أنا هتكلم النهاردة مشاعرك بين وبين كل واحد، بين كل واحد وبين كل بنت مثلا كده يعني. المشاعر دي ممكن تتغير في وقت للتاني، يعني مش ثابتة. فالمشاعر اللي عند الولد المراهق او المراهق دي للبنت تجاه البنت بتبقى اعجاب مش اكتر، خلي بالك يعني، وبتتغير كل مثلا اسبوع، كل شهر، على حسب ان انت بتروح في مكان بتشوف الناس اللي انت بتحبهم فيه. تمام كده تمام. فالمشاعر اللي انا قلت لك دي صل على محمد. عليه الصلاه والسلام مشاعر حقيقيه بينك وبين الشخص. تمام كده وتمام. فانت ما تتسرحش ان انت تختار موضوع حياتك وكده في الفتره ديت، انك بتختار شريكه حياتك. يعني ايه؟ اللي انت هتحبها دلوقتي هي اللي هتحبها في وقت تاني. فانا هو الموضوع كده بشكل اصح ومع توضيح، مش موضح اكتر من كده، عشان اكيد انتوا عارفين، اي طفل اي واحد مراهق بيتفرج عليه اكيد انتوا عارفين الموضوع ده. بس لو انت مثلا مش مراهق، مثلا انت اب بتسمعني، ف لازم تعرف الكلام ده عن ابنك، والمشاعر دي بتبقى حقيقيه تجاهك، ومش عايزك تزهق ابنك، والكلام ده كله معروف. لان العيل المراهق في السن ده ما تقدرش تغيره، ما تقدرش تغير فكرته. تقدر تغير فكرته بطريقه واحده بس، بالتفاهم. هي دي الطريقه الوحيده انك تغير الفكره. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك في القناه. صلى على النبي. صلى على النبي.